فيلمنا النهارده هيلففك العالم كله أرض جو ورا عمليات سرقة خرافية بالمليارات. بيبدأ الفيلم في أسبانيا بلد السحر والجمال. بنشوف برلين وصاحبه ديميان وهم مستمتعين بجمال البحر الساحر وبيفكروا في شغلهم على روقان. ديميان بيبقى جايب له المكان اللي ناويين يسرقوه وهو بنك أمانات، وده بقى عبارة عن بنك مليان صناديق أمانات سرية محدش يعرف جواها إيه، لكنه متأكد إن الصناديق كلها دي مليانة دهب بقى وياقوت ومرجان ولا مغارة علي بابا. مع كل عملاء البنك ده من الشيوخ العرب وصفة المجتمع الأسباني، فأكيد هتبقى مليانة كنوز. دميان بيبقى ضامن الصناديق دي برقبته، وعلشان كده عمال يلف ورا برلين علشان يقنعه بالعملية. لكن برلين طريقة تفكيره بتبقى مختلفة شوية. بيسأله إذا كان يضمن له إن الصناديق دي يبقى فيها 15 مليون يورو. ما هو مش معقولة يعني هيروح يسرق صناديق مقفولة ما يعرفش إيه اللي جواها. وبصراحة عنده حق، مش هيشتري سمك في مية. هو برلين بيبقى شايف إن أفضل طريقة للسرقة هي إنهم يقربوا من أصحاب الملايين ويعرفوهم كويس، على الأقل يبقوا عارفين من قبلها هيسرقوا كام. علشان كده بياخدوا وبيروحوا على حفلة من بتاعة الناس الأغنياء دول عشان يصطادوا المليونير اللي هيسرقوه ويقربوا منه. وحتى لو المليونير ما كانش غني قوي أكيد هيعرفهم على أصحابه الأغنياء. بياخدوا وبيعرفوا على مارجريتا عذراء سبعينية قطر الحياة فاتها من زمان. برلين بيسيبهم يندمجوا مع بعض وبيمشي علشان يشقط له واحدة هو كمان. هنا بقى بيروح للمزة الكبيرة اللي رايح الحفلة علشانها وهي الدوقة. بيشوف العقد اللولي بتاعها بيتقطع وبيقع على الأرض وبيعمل فيها جنتلمان وبيجمع لها العقد وبيرجع يلبسه لها تاني. بيقول لها إنه يعرفها ويعرف القصر التحفة اللي هي ساكنة فيه. هنا بيجي السواق بتاعها وبيقطع عليهم خلوتهم علشان هيروحها، والدقة بقى بتعزم برلين قبل ما تمشي إنه يروح يقضي يوم معاها في القصر ويتفرج عليه بما إنه عاجبه. وبرلين بيوافق طبعا، بس بيعمل نفسه مهم وبيقول لها إنه هيروح لها بعد أسبوعين علشان مشغولياته. وقبل ما تمشي بيودعها وبيقول لها إن دي أحلى سهرة وأحلى حفلة في عمره كله. طبعا كلنا عارفين إنه بكاش. بعد ما بتمشي بيعرف دميان إن دي المليونيرة اللي هيسرقوها. وبعد أسبوعين بيركب المركب بتاعه وبيروح للمزة القصر بتاعها، وبمجرد ما بيدخل القصر بيشوف أول حاجة كلبين أسودين، أسود من حياتي يرعبوا أي حد. بعدها بقى بيشوف المزة في فستان رقيق في انتظاره، بيبقى جايب لها شوكولاتة بقى من الغالية المحشية دي، ما هو لازم بقى يصرف ويكلف. المزة بتمسك إيده وبتقول له تعالى معايا. طبعا برلين قال لك ده يوم سعدي وهنايا ده ولا إيه؟ طب كنت صبوري ندوق الشوكولاتة، لكن يلا بقى يبقى ناكل بعدين. وبتاخده وبتطلع على فوق وبتقول له إنها عاملة له مفاجأة. طبعا برلين دماغه عمالة تودي وتجيب في مفاجآت المزة، وهنا بقى بيتصدم وشه بيجيب ألوان لما بيعرف إن المفاجأة دي تبقى جوزها، ويا حسرة عليه بعد ده كله بتسلمه لجوزها تسليم أهالي. هنا بقى بتسيبهم لوحدهم علشان هتروح تاكل الشوكولاتة لوحدها. وفي الوقت ده بقى الدوق جوز المزة بيحكي له تاريخ حياته من ساعة الكاس الذهب اللي سرقه، وبيوري له صورته كمان وبيعرفه إنه فعلا معجب بيه وبذكائه، وبيقول له إنه متابع كل سرقاته العبقرية. ده كفاية إنه خلال مسيرته المهنية كلها ما اتمسكش ولا مرة. المسيرة دي اللي هي في السرقة على فكرة. وطبعا برلين ما بيعجبوش أي حاجة ولا طريقة كلام الدوق اللي بيبقى حاسس فيها بنوع من أنواع التهديد غير المقبول بالنسبة له. لكن الدوق بيقول له عيب عليك يا ريس، ده أنا من أشد المعجبين بيك، وعلشان كده عاوزين نشتغل مع بعض وتسرق لي لوحة ليوناردو دافنشي. وبتبقى عبارة عن سيدة مع قاقم، وبيعرفوا إنها عجباه قوي ونفسه فيها. وبرلين بيقول له إنه هيفكر وهيرد عليه. هنا بقى بيخرج من القصر وبيبقى داميان مستنيه. بنشوف برلين متعصب جدا عشان الراجل اللي باعت له مراته عشان تغويه وتوديه له القصر، طبعا علشان عارف ان برلين راجل مؤدب ومش ممكن يرفض دعوة حد ومش ممكن يرفض دعوة واحدة ست. استغل الفرصة دي وبيعرف صاحبه ان الدوق عاوزه بعد العمر ده كله يشتغل لحسابه قال ويسرق له لوحة. بيعرفه انه هدده بالكاس المقدس اللي سرقوه قبل كده ومعاه صورته كمان. برلين بقى كان لازم ينتقم منه علشان الحركة اللي عملها معاه دي، وانه كان عاوز يصغره قدام زمايله الحرامية ويقولوا ان برلين بقى بيسرق لحساب الناس. وعلشان كده بيعرف داميان انه ناوي يسرق اللوحة ويديها للدوق، وبعدها بقى هيسرق كل اللي حيلته. وبالطريقة دي مش هيقدر يبلغ عنهم لانهم هيكونوا ماسكين عليه زلة. بيطلب من داميان يروح يجمع له الشلة القديمة من تاني، وشكله كده ناوي يرجع لأيام الشقاوة. في الوقت ده بقى برلين بيتفاجئ بواحدة اسمها كانديلا، وهي بترمي لجوزها هدومه وحاجته في الشارع لأنه خانها. ومن أول لحظة برلين بيلمحها فيها وهو بيحصل كونتاكت رهيب بينه وبين كانديلا. يقول لها تصدقي إن حظ حلو عشان مش أنا الراجل اللي انت نشرتي غسيله الوسخ ده في الشارع. هنا بقى بيبقى فاكر إن كانديلا هتسيح من الحرارة وتقع في حبه، لكنه بيتفاجئ إنها بتكمل خناقتها معاه
وبتقول له بقول لك ايه، انا دم بيغلي لوحده ومش ناقصه. هنا برلين بيقول لها طب ما تيجي نروح اسبانيا وندلع نفسنا بدل اشبيليا الحر دي. لكن المزه مستحيل تمشي وتسيب بلدها اللي بتحبها، بتديله اسطوانه مزيكا من كراكيب جوزها اللي رمتها له، وبتقول له اي حاجه يفتكرها بيها. وبعد ما بتمشي بيجي داميان وبيعرفه ان العصابه هتوصل في خلال يومين. لكن برلين بيبقى هيمان مع كانديلا، بيقول لصاحبه ان المزه دي مفيش منها اتنين، دي سرقت المحفظه من جيبي من غير ما تلمسني ولا تقرب مني حتى، وبمنتهى الخفه، وفيها 700 يورو. هنا بقى داميان بيقول له انت عبيط ياض، تسرق محفظتك وانت مبسوط كده؟ لكن برلين بيقول له انه بيشجع اللعبه الحلوه، والبيت لعبتها حلوه قوي الصراحه، وال7000 يورو دول مكافاه لخفه ايديها. تعالوا دلوقتي نشوف فريق برلين ونتعرف عليه. اولهم بروس، الواد التلفان اللي كان كل يوم مع واحده لحد ما قابل تاني واحده في العصابه وهي كيلا، ودي بقى اللي خليته يتوب عن صنف الحريم كله، خليته ماشي وراها في كل حته تروحها، من الكوافير للسيما للشوبينج، لحد ما في يوم قرر انه يودع العزوبيه والخمره والنسوان ويتجوز كيلا. وبعد ما البت توبته في يوم الفرح شافت شاب بعيون زرقاء وعضلات خلاها تنسى بروس واليوم اللي شافت فيه بروس، وتسيب فرحها وتروح مع الواد ابو عضلات. من وقتها وبروس وكيلا متجوزين، لكن كيلا لسه بتقابل الولد التاني. اما تالت واحد في العصابه فبيبقى روي وكاميرون المزه بتاعته، عاشوا قصه حب خياليه وسط الكهوف والطبيعه الخلابه. وفي يوم من الايام قرروا يروحوا يعيشوا في المدينه، وركبوا الدراجه بتاعتهم وسافروا. لكن اللي محدش يعرفوا انهم اتخانقوا في الطريق، وكل واحد فيهم مكمل طريقه لوحده من غير التاني، من غير ما يعرفوا حد السبب. اما خامس اعضاء الفريق فبيبقى داميان، اللي في يوم من الايام رجع البيت ما لقاش مراته موجوده. من وقتها وهو عايش وحيد لحد ما قابل برلين، وبقى هو صاحبه وكل حياته، ولفوا العالم كله وهم بيحكوا حكايه داميان واللي حصل معاه. طبعا كلنا عارفين برلين وده الراس الكبيره، بنشوفه بعد ما جمع فريقه بيعرفهم على المهمه اللي هيعملوها مع بعض، وهي سرقه لوحه لليوناردو دافنشي. اللوحه عباره عن ست مع قاقم. القاقم ده نوع من انواع الحيوانات بيشبه ابن عرس. بيعرفهم ان اللوحه مش هي هدفهم الاساسي، وانهم المفروض هيسرقوا الدوق الفارو، وده بقى عنده قصر حوالي 8000 متر مربع. لا ده كمان في كنيسه جواه، وبيربي تيران جواه لانه اصلا مصارع ثيران. وبيعرفوا من لحد دلوقتي هو نفسه مش عارف الدوق عاوز يسرق اللوحه ليه، لانه اكيد هيضمها لمجموعه اللوح النادره اللي عنده ومحدش يعرف مكانها فين. طبعا برلين بيعرفهم انهم هيسرقوا المجموعه كلها، لكن الحقيقه ان كلامه ده ما عجبش داميان، لانه رفض انهم يسرقوا بنك الامانات علشان ما كانش عارف ايه اللي جوه الصناديق. جاي دلوقتي عاوز يسرق لوح هو مش عارف فيها ايه، ده اسمه ايه ده؟ هنا بقى داميان بيتعصب وبيكمل كلامه وبيقول له لا بقى يا معلم، انت هتسرق الراجل علشان تنتقم منه وتاخد المزه لنفسك بعد ما هزقتك وجرجرتك لحد القصر وسلمتك لجوزها. وده بيخلي برلين يردح له ويقول للفريق انه عاوز يسرق صناديق امانات محدش عارف جواها ايه. لما بيجي الليل بنشوف برلين بياخد روي معاه علشان يفتح له باب بيت كانديلا البنت اللي سرقته، وبعد ما روي بيفتحه بيقول له يمشي هو، وبيدخل برلين وبيبص على المزه وهي نايمه، وبعدها بيفضل يتفرج على بيتها. هنا بقى بنشوف كانديلا بتضربه طلقتين في صدره بتوقعه على الارض. برلين بيقول لها موتيني يا كانديلا، هنت عليك يا بت؟ لكن كانديلا بتقول له مالك يا راجل، ما تكبت كده، دي طلقات صيد بلاستيك، يالا ايه اللي جابك هنا يا؟ برلين بيقول لها انه عاوز محفظته اللي سرقها. في الوقت اللي برلين رايح يتدلع فيه بنشوف فريقه قاعد بيجمع معلومات عن الدوق من الانترنت، بيعرفوا حجم ثروته الهائله واللي تخليهم متحمسين اكتر للسرقه. وبيعرفوا كمان انهم من كام سنه عمل سكه حديد تحت بيته بتوصل لحد مصنع النبيذ، وجاب قطر مخصوص ليه علشان يروح من القصر لمصنع النبيذ بالبيجامه من غير ما يخرج من البيت. بعدها بنرجع لكانديلا، بنشوفها بتخرج الرصاصات لبرلين وشكله مبسوط قوي بوجودها جنبه. بيقول لها ما تديني المحفظه يا مزه وانا اعزمك على الفطار. لكن كانديلا بتعرفه ان الراجل اللي كانت متجوزاه سرق محفظته وفلوسها، وبتاخده معاها وبتروحه على البيت عشان تاخد فلوسها وبرلين ياخد محفظته. عند بيت جوزها بنشوفها بتنادي عليه، لما ما بيردش بتقفل الباب بخشبه من بره وبتدلق بنزين حوالين البيت وبتولع فيه. طبعا برلين معجب بالعنف ده، وكانديلا بتاخده بعربيتها وبيمشوا. في الطريق بيقابلوا لجنه وبيوقفوهم بيطلبوا الرخص. هنا كانديلا بتعرفه ان العربيه مسروقه وبكده هتلبس لها 4 سنين سجن لانها مش اول مره. لكن برلين بيقعد مكانها وبيتولى هو القياده، وهيورينا السواق اللي على حق وهو بيهرب من الشرطه. بيجري برلين بالعربيه وبنشوف ضابط الشرطه بيضرب عليه نار، لكنه بيتفادى الطلقات وبيسوق بالعربيه باقصى سرعه ليها وبيقدر يهرب منهم. طبعا المزه بتبقى مبسوطه لانها لقت واحد مجنون اكتر منها. اما كيلا وبروس في شكلهم كده حبوا العيشه على اليخت. هنا والدة كيلا بتتصل، ولما بتخرج ترد عليها بنعرف انه نفس الشاب اللي خانت جوزها معاه يوم فرحها ومسجله باسم ماما.
في اللحظة دي بقى رودري بيسمعها وهي بتكلمه، وبنشوف كيلا بتعترف له بكل حاجة وإنها فعلا معجبة بالشاب ده، وإنها يوم فرحها لعبت معاه عريس وعروسة. طبعا روي بيعرفها غلطها، وخصوصا إن بروس بيحبها وما يستاهلش منها ده. تاني يوم الصبح بيرجع لهم برلين من بره كله طاقة ونشاط، بيبقى كمان محضر لهم الفطار وبيصحيهم وبيعرفهم إنه خلاص وقع في الحب. والست دي هي كانديلا، وقع في حبها من أول لحظة سرقته فيها، لأنه وقتها حس إنها مخلصة في عملها وبتراعي أكل عيشها. مش بس كده، ده كمان لما راح يشوفها ضربته بالنار. رومانسية قوي البت دي، بيعرفهم إنه عمره ما حد عمله بالطريقة دي وأكله في بقه. وبعدين دي البت معفنة وبتاكل بإيديها، مش بتاعت شوكة وسكينة. يا جماعة لو تشوفوها وهي بتمصمص في صوابعها وهي بتاكل، برلين شكله اتجنن ولا إيه؟ ده كمان بقى بيحب أرنبها قوي، وبيعرفهم إنها تفضل معاه طول المهمة، لكنها مش هتتدخل في شغلهم ومش هتسرق معاهم، وبكرة هيخرجوا مع بعض. في الوقت ده بياخد فريقه في عربية مصفحة وبيروحوا علشان يتفقدوا القصر ويعرفوا مداخله ومخارجه وإيه اللي موجود جواه، وبيبعتوا طيارة مسيرة وبيراقبوها عن طريق الكاميرات، وبيعرفوا إن قصر الدوق متحوط بسلك شائك في كهرباء الفولت بتاعها عالي لدرجة إنه ممكن ينهي حياة أي حيوان يقرب منه. وبيعرفوا كمان إن في حلبة لصراع الثيران، لكنهم بيقدروا يعرفوا المكان اللي فيه الصور واللي بيبقى تحت القبة. في اللحظة دي بقى بيتفاجئوا إن الطيارة بتاعتهم بتتسحب تحت الأرض، بيسمعوا صوت طور قريب منها قبل ما تتقطع الإشارة معاها. وطبعا الدوق لو شاف الطيارة دي هيتأكد إن برلين هو اللي وراها، وعشان كده لازم يدخلوا ويرجعوها. لكن داميان بيكون شايف إن دخول القصر من غير خطة محكمة يعتبر انتحار. فهنا بقى كيلا بتقرر إنها هتدخل القصر وهتجيب الطيارة، وطبعا بروس بيرفض يسيبها لوحدها وهيروح معاها علشان يكون مطمن عليها، خصوصا إن المكان ده تحت الأرض. فعلا بتنط كيلا وبروس من على السور وبيدخلوا، ولما بيقربوا من السور الحديدي بيشوفوا الحيوانات البرية اللي اتكهربت من السور ده، وبيقدر بروس يقص منه سلكة وبيعدوا من تحته وبيفضلوا ماشيين. بيشوفوا المسيرة، لكن في الوقت ده بيظهر راجل شكله مرعب ونظراته حادة، بيبقى سايق عربية ومحمل عليها كلاب. لما بيشوفهم بينزل لهم وبيعرفهم إنها ملكية خاصة. هنا بقى بروس بيتصرف وبيقول له إنهم جايين علشان يشوفوا الثيران، وإن كيلا رجلها اتلوت وهي ماشية. هنا بقى الراجل بيصفر للتيران، ولما بيجوا بيسيب بروس يتفرج براحته، وهو بتعجبه المزة وبياخدها عشان يدلك لها رجليها. بعدها بيركبها عربيته بالعافية، وهنا بروس بيكسر شباك العربية علشان ياخد كيلا، لكن الراجل بيبقى قافل العربية وما بيعرفوش يفتحوا الباب، وبينزل بالبندقية بتاعته وبياخد بروس وبيبعده بعيد عنهم، وشكله كده طمعان في المزة. بيقول لبروس يمشي قبل ما يخلص عليه وبيضربه بطلقة في رجله. وهنا بقى بنشوف كيلا وهي جوه العربية بتسوق بسرعة كبيرة وبتخبط الراجل، وبروس بياخد المسيرة وكيلا والراجل والعربية كمان وبيمشي وبيودوه لبرلين. بيكونوا خايفين انه يعاقبهم، لكن برلين بيتبسط منهم وبيحاول يستجوب الراجل ده، لكنه للأسف مش بيقول لهم أي معلومة. وبرلين بيعرفهم انهم لازم يخلصوا المهمة الليلة دي قبل ما حد يدور على الراجل ويتكشفوا. لكن داميان بيعترض على كلامه، ازاي يغامروا انهم يدخلوا مكان زي ده فيه سور مكهرب وجواه تيران وبلاوي زرقاء تانية. وبيقول له ان بروس وكيلا دول اصلا خرجوا بمعجزة، انما برلين بيبقى شايف ان ده تحدي ليهم، وبعدين هم مش هيدخلوا من فوق السور ويعدوا السور الكهربائي بقى والكلام ده كله، دول هيدخلوا البيت من بابه بالمفاتيح المغناطيسية اللي كانت مع الراجل اللي خطفوه، وبيسلمهم المسدسات اللي هيدخلوا بيها. اما كاميرون وروي فمش هيروحوا معاهم، هيفضلوا مع الراجل يعالجوه ويطلعوا له الرصاص اللي في وشه عشان الصبح يرجع للبيت قمر 14. طبعا كاميرون بترفض انها تفضل مع روي في مكان واحد، وخصوصا انهم انفصلوا قريب، لكن برلين بيبقى شايف ان دي فرصة كويسة علشان يرجعوا لبعض تاني، وهيفضلوا طول الليل مع بعض تحت ضوء الشموع. بيمشي برلين ومعاه الفريق بعربية الراجل المخطوف علشان يدخلوا البيت، وهم في الطريق بنشوف كيلا وبروس قاعدين ورا في العربية وبيحبوا في بعض. هنا بقى كيلا بتقوله انها اكتشفت انها بتحبه جدا لما الراجل كان عاوز يخلص عليه، وعلشان كده هي ندمانة انها حبت واحد تاني غيره، ولعبوا عروس وعروسة. طبعا بروس بيسمع الكلام ده بيتجنن، لكن برلين بيطلب منهم يلبسوا السماعات لانهم خلاص وصلوا والمهمة هتبدأ. بيعدوا السور الكهربائي بالعربية بسهولة جدا، لكن في الوقت ده كيلا بتعرفهم انهم متحصرين وفي حد محوطهم من كل ناحية. بنشوف برلين وبروس بيستعدوا بالأسلحة، ولما بيقربوا بيتفاجئوا انها تيران. وقبل ما يدخلوا بنرجع لكاميرون، بنشوفها بتعالج جروح الراجل زي ما برلين قال لها، لكن الراجل المتوحش بيهجم عليها وبيعضها، وبتفضل كاميرون تصرخ علشان روي ينقذها منه، وبعد ما بينقذها بتفضل تتخانق معاه وبتفتكر له القديم والجديد وتعايره انه جبان وما قدرش يحميها، بتسيبه وبتمشي. هنا بقى الراجل بيستغل الفرصة وبيمسك حتة إزاز مكسورة وبيحاول يقطع الحبل. كان لازم يسخن الخناقة شوية. بيفضل يضحك ويذل في روي عشان المزة هزقته وقالت عليه جبان، وبيقول له جاتك نيلة، هي دايما مستعطلاك كده، يا دي اجمد وقتها من شعرها وامسح بيها البحر. فعلا روي بيتعصب وبيسيبه وبيروح وراها.
بعدها بنرجع تاني لبرلين، وبيبقوا خلاص وصلوا لفتحة التهوية اللي هتنزلهم تحت الأرض وبيكسروها، وبرلين بيعرفهم إنهم هينزلوا تحت مسافة 40 متر. بينزل برلين وداميان الأول، ومن بعدهم بروس وكيلا. وهنا بقى بروس وهم نازلين بيسألها عن الواد اللي خانته معاه، هل حبيته ولا لأ؟ لكن كيلا بتعرفه إنه مش الوقت المناسب وإنهم لازم يخلصوا المهم الأول. دلوقتي بنرجع لروي اللي بيبقى رايح لحبيبته عشان يمسح بيها البحر، وبمجرد ما بيقرب منها بيعرفها إنه بيحبها وما يقدرش يعيش من غيرها، وإنه نفسه يقضي يوم كامل بليلته في أسبانيا زي العشاق. لكن كاميرون بتسيب له المركب وبتمشي وبتعرفه إنها مستقيلة من الفريق، وبيبقى بيبلغ برلين باستقالتها دي. تعالوا دلوقتي نرجع لبرلين علشان نشوفهم هيعملوا إيه بعد ما خلاص وصلوا للقبة اللي فيها اللوحات. هنا بقى كيلا بتعرفهم إن في حقل مغناطيسي ممكن يقضي عليهم كلهم، لكن مفيش حاجة بتصعب قدامها، وبعد تعب معانا بتقدر تفتح لهم فتحة في المجال المغناطيسي علشان يعدوا منه. وبنشوف برلين وهو متأكد إن الحاجات اللي هيسرقوها من القبة تستاهل، وإلا ما كانش الدوق عمل كل أنظمة الحماية دي. أما روي في الوقت ده بيتصدم لما بيعرف إن الراجل هرب منه وهو مشغول بخناقته مع حبيبته. بيبعت رسالة لداميان بيعرفه إن الراجل هرب، ولو راح وبلغ الدوق بالمهمة هيخلصوا عليهم. دلوقتي بنرجع تاني لبرلين وفريقه، وبتشوفهم بيساعدوه علشان يخترق فتحة الليزر. بمجرد ما برلين بيدخل جوه المكان اللي ورا الليزر بيتصدم وبينهار من جمال وأهمية اللوحات الموجودة جوه المكان، لدرجة إنه كان هيجيله انهيار عصبي من جمال اللوحات دي. بيعرفهم إنها من أندر وأقدم اللوحات اللي في العالم، وإنها مسروقة من سنين طويلة جدا، وتاري الدوق الأناني ده هو اللي جامعهم ومخبيهم في المكان ده عشان يشوفهم لوحده. هنا بروس بقى بيبقى عاوز يخلص المهمة، وبيطلع كتر علشان يقص اللوحات وياخدها، لكن برلين بيزعق وبيعرفوا إن اللوحات دي ما ينفعش حد يعملها بالطريقة دي. مش كفاية الدوق المغرور اللي حابسهم في أوضته وسط سريره ونبيذه وبيشوفهم لوحده. لكن داميان بيبقى مش عارف برلين ناوي على إيه، وعاوزهم يخرجوا من المكان ده بسرعة قبل ما حد يشوفهم. لكن برلين بقى مش همه حد، عاوز يشرب له كاس نبيذ ويسيبوه قيمة 3 دقايق كده علشان يفكر هيعمل إيه. على ما برلين يفكر، تعالوا نرجع لروي. بيبقى لسه بيدور على الراجل، بيتفاجئ بنار جوه الأوضة. لما بيدخل علشان يطفيها بيخرج المخطوف من وراه وبيضربه، وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيخليه هو. أما برلين بيبقى خلاص عدوا 3 دقايق وفكر هيعمل إيه في اللوحات. بيتصل على الدوق ألفارو من التليفون الموجود في المكان، وبيعرفه إنه مستنيه ومعاه فريقه جوه معرضه تحت القبة. وطبعا الدوق بيتصدم وبيروح له حالا. أما روي فالراجل المجنون ده بيحطه في صندوق حديد ومعاه كلبة وبيقفل عليه وبيرميه في البحر. بنشوف روي بينزل لقاع البحر ومش بيبقى عارف يفتح الصندوق. أما الدوق في الوقت ده فبيركب القطر الخاص بتاعه، وفي ثانية إلا ثانية بيوصل للمعرض السري بتاعه. برلين بيقول له اوعى الليزر يقطعك، لكن الدوق بيعدي من النظام الأمني وبيبقى مستغرب من برلين اللي اخترق نظام أمني معقد زي ده. هنا بقى برلين بيعرفه انه كان صعب جدا لكن مفيش حاجه تصعب عليه، وبيقول له انه كان ممكن ياخد اللوحات ويمشي، لكنه مرضيش يعمل كده علشان تبقى في ثقه ما بينهم. في الوقت ده التليفون اللي في المكان بيرن. لما الدوق بيرد بيبقى الراجل المخطوف بيعرفه ان في ناس هتدخل بيته وتسرقه، والدوق بيقول له ماشي اقفل انت. في اللحظة دي بنشوف روي بيقدر انه يفك نفسه وبيخرج من المية، وهنا بقى بتبقى كاميرون رجعت علشان تنقذه. بعدها بنرجع تاني للدوق، بنشوفه بيشرح لبرلين حبه وشغفه للوحات اللي محدش بيشوفها في العالم كله غيره. ده كفاية عليه يصحى الصبح كده هو ومراته ويشوفوا منظر عمره محد شافه غيرهم. هنا برلين بياخد باله ان الراجل اناني جدا، وعلشان كده بيساوموا على لوحة ليوناردو دافنشي اللي عاوزه يسرقها له علشان يضمها لمجموعته. وبرلين بيقول له انه هياخد منه 35 مليون يورو بس ويسرقها له، وده لانه هيصرف ويكلف والموضوع هيبقى صعب جدا. لكن الدق مش عاوز يقول مبررات لانه اصلا موافق ومن غير فصال كمان. وبنشوف برلين وفريقه بيبقوا مصدومين لانهم ما كانوش متخيلين الدوق هيوافق بالسرعه دي، لو كمان يروحوا له الصبح ويديهم دفعه من الفلوس. وبعد ما بيتفقوا بيرجع الفريق لليخت بيبقوا مستغربين من كميه الفلوس اللي مع الدوق ألفارو، وازاي شايلهم في مكان بعيد عن البنك، لانهم لو في البنك ما كانش اتفق معاهم يروحوا له الصبح وبكره الحد. والسؤال دلوقتي الفلوس دي متشاله فين وجايبها منين؟ ده ال 15 لوحه اللي هو جمعهم دول كافلين انهم يفلسوه، وعلشان كده بيقرروا انهم يراقبوا ويعرفوا مكان الفلوس دي فين عشان هيسرقوها. كاميرون هي اللي هتقوم بمهمة المراقبة دي، وده لانها مش بتكون حابة انها تفضل مع روي في مكان واحد. وتاني يوم الصبح برلين بيبقى نايم وبيصحى على كانديلا وهي بتقول له يقوم يغير هدومه علشان هيخرج معاها. طبعا عمنا برلين بينسى كل حاجة وبيروح معاها فورا، لكن داميان بيفكروا بميعاده مع الدوق علشان ياخد الفلوس. بس على مين يابا، ده رايح مع مزيت وتولع الفلوس في الوقت ده. بس بيرجع له وبيعرفوا انهم يغيروا الخطة جديدة اسمها علي بابا،
وبعدها بقى بيخرج برلين مع الجميلة كانديلا اللي بتعيشه في يوم ولا في الأحلام. أما كايلا فبتعرف داميان الخطة، وهي إنه هيروح مع بروس علشان يجيبوا الفلوس من الدوق، وهتكون معاهم رزمة فلوس في الشنطة محطوط فيها جهاز تحديد المواقع الGPS. وبعد ما هيستلموا ال5 مليون يورو من الدوق هيرجعوا له مليون، ويقولوا له انهم مش هياخدوا غير 4 بس. وطبعا هيرجعوا الرزمة اللي حاطين له فيها الGPS علشان تعرفهم مكان الفلوس، ودي طبعا خطة في منتهى الذكاء. لكن تفتكروا هتخيل على الدوق ولا يكشفوا؟ تعالوا بعدها نرجع تاني لكانديلا. بتاخد برلين وبتعرفه انها هتوديه حفلة عيد ميلاد كبيرة جدا بيبقى فيها صفة المجتمع، وهناك بقى بيقابل الدوقة اللي بتبقى الحفلة دي كلها معمولة علشانها. بنشوفها بتطلب منه يقابلها في الحمام لانها متراقبة طول الوقت، وهناك بقى بتكلفه بمهمة، وهي انه يسرق كل لوحات جوزها وياخدها ليه، هي مش عاوزاها، وبراحته بقى يبيعهم في السوق السوداء ويكسب فيهم. ومش بس كده، دي كمان هتديله عليهم 1,000,000 يورو وهتساعده في عملية السرقة. لكن برلين بيرفض لانه وعد جوزها انه يقف في صفه وما يخونوش. هنا بقى الدوقة بتخرج عن صمتها وبتهدده انها تبلغ البوليس عنه انه هيسرق اللوحة بتاعت الست مع القاقم، وبكده مش هيعرف يسرقها وهتبوظ العملية، والا بقى يسمع كلامها ويسرق لها اللوحات. بتحكي له هي متأثرة ان اللوحات دي هتخرب بيتها لان جوزها بيحبهم اكتر منها، وعشان كده لازم تبعدهم عنه. اما الست دماغها طقب صحيح. بعد ما بتمشي برلين بيتصل على داميان وبيعرفه بكلام الدوقة، بيطلب منه يروح له الحفلة ويتكلم مع الدوقة ويحاول يقنعها انها تشيل الفكرة دي من دماغها، وان جوزها يتنيل يحبها بدل ما هتبوظ لهم المهمة. اما كانديلا بقى فبتدخل لبرلين في الحمام وبتقول له تعالالي بقى، انت عامل نفسك بتحبني ومن اول اليوم معايا وانت بتستغفلني، وبمجرد ما الدوقة شاورت لك بطرف صباع عصبتني ورحت لها، ده انت ليلة ابوك سودة. برلين بيقول لها عيب عليكي، ده الست كانت عاوزاني في شغل، بلاش نيتك السو دي. هنا بقى كانديلا بتضحك، قال شغل في الحمام قال، لكنها قررت انها تسامحه لانهم ما فضلوش مع بعض غير 3 دقايق بس، واكيد ما لحقوش يعملوا حاجه، لكنها لو اتكررت هو عارف هتعمل فيه ايه. في الوقت ده بيوصل داميان وبيقابل الدوقة، بتبقى معاه شنطه الفلوس. بنشوف الدوقة بتوزع الحارس بتاعها وبتاخد داميان وبتجري بيه على اوضه فيها موسيقى هاديه. بنشوفه بيقنعها بانها ما تسرقش لوحات جوزها. فعلا الدوقة بتقتنع وبتعرفه انها خلاص ما بقتش مهتمه ان جوزها يحبها او لا، وانها بقت بتفكر فيه هو وفي جماله ورقته وفي شنطه الملايين اللي معاه، وبتقول له انا حاسه انك نص التاني اللي عاوز ابدا معاه حياه جديده. هنا بقى بنشوف داميان ريقه بينشف واعصابه بتبوظ، وبتقطع اللحظه دي مكالمه كيلع اللي بتعرفه فيها انها فقدت اشاره الGPS في رزمه الفلوس، وبتعرفه ان في ممر سري تاني تحت الكنيسه اللي في القصر وهم ما كانوش يعرفوا عنه حاجه. هنا داميان بيكلف فريقه بالبحث عن اوراق الكنيسه، اما بروس فبيقول له يرجع للقارب. في نفس الوقت ده الواد ابو عضلات حبيب كيلع بيتصل عليها وبيعرفها انه مستنيها قدام القارب. اما برلين ففي الوقت ده بيبقى عايم في ميه البطيخ مع كانديلا اللي عماله ترقه وتغني له ومروقه عليه. هنا بقى بيوصل له داميان هادم اللذات، بياخده معاه وبيعرفوا انهم اكتشفوا مكان تاني في القصر تحت الكنيسه، وانه متاكد ان هناك كهف علي بابا اللي فيه الفلوس، وبيعرفوا انه اقنع الدوقة انها ما تسرقش اللوحات. لكن الغريبه بقى انها عماله تسبل له وبتقول له انه نصها التاني. بنشوف داميان متأثر قوي وهو بيحكي له وبيقول له يا عم دي خلت شعر ايدي يقف من كلامها، وبرلين بيقول له ان دي حاجه كويسه علشان تبقى تحت سيطرتهم، وبيقول له يا عم ما تحب فيها بقى عشان الليله دي تعدي. هنا بقى بيتفاجئوا ان الدوق قاعد جنبهم، ليلتك مش فايته يا داميان. وبرلين بينقذ الموقف وبيقول انهم بيتكلموا في المهمه وانهم محتاجين مكان يقعدوا فيه عشان القارب ما بقاش مريح، وطبعا الدوق بيعرض عليهم انهم يقعدوا في القصر. في الوقت ده بتيجي كانديلا وبتطين الدنيا وبتقول لهم انها حبيبه برلين، وانه طول الحفله وهو بيتكلم في الشغل لدرجه انه كان مع الدوقة في الحمام وبرضه بيتكلموا في الشغل. في اللحظه دي داميان بيفتكر انه ساب شنطه الفلوس في الاوضه الثانيه وبيجري عليها عشان يجيبها، لكنه للاسف ما بيلاقيهاش. طبعا ما بيبقاش عارف مين اللي خدها، يا ترى الدوق ولا الدوقة ولا حد من اللي موجودين في المكان. طبعا انتوا متخيلين ايه اللي ممكن يحصل والموضوع هيوصل لحد فين؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثاني، استنونا. سلام.